السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم أحبتي الكرام، تحياتي للجميع. رأيت أمس مقطع فيديو أساء لكل أردني، وأساء للجيش الأردني، وأساء لكل واحد شريف في الأردن. أمس بين المتظاهرين يرددون شعارات إيرانية شيعية، ويهتفون ويناصرون ويؤيدون حزب الله المجرم. يا أخي إذا أنك مكيف على حزب الله ومكيف على إيران ومكيف على الشيعة، غادر الأردن وكفينا شرك، ولا تجر الويلات على الأردن. وهؤلاء عبارة عن ألغام تنتظر الانفجار، وإحنا حذرنا الأجهزة الأمنية أنه في بين المتظاهرين أناس تابعين لإيران ومؤدلجين ومتشيعين عقائديا وسياسيا. السؤال بيطرح نفسه: أين الأجهزة الأمنية؟ لبيك حزب الله، لبيك 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 حزب الله. انا قبل عن الله واللي قاعد يروح عاش حزب الله، عاش حزب الله، انت وحزب الله، عاش حزب الله. هيهات 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 منا الذلة، هيهات 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 منا الذلة. عيب انت شيخ، لا تقول بنضم حزب الله، عيب عليك، عيب. يا ظهيوري بدك حزب الله ينقلع عندك. يلا ولا انقلع انقلع. بس خلاص بدون غلط بالضبط. خلي كل واحد يعبر عن وجهه نظره. يجيب فينا ما مشي لك هذا هيهات هيهات من الذله، هيهات 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 من الذله. لبيك يا حزب الله، لبيك 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 يا حزب الله، لبيك 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 يا حزب الله، لبيك لبيك حزب الله، لبيك 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 حزب الله، لبيك 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 حزب الله، لبيك 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 حزب الله. احسن من نرات من الصهاينه، احسن من الصهاينه صهيوني. روحوا يلا يلا شاطرين 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 ما شاء الله عليكم، شاطرين شاطرين انت شاطر والله. ليش بقول أساء هذا الفيديو؟ وهؤلاء أساءوا لكل أردني. حزب الله قتل جنودنا على الحدود الشمالية والشرقية، يوميا يحاولون إرسال المخدرات والكبتاغون للأردن، ويأتي إنسان يحمل الجنسية الأردنية يهتف ويناصر لحزب الله، بل ويرددون شعارات إيرانية شيعية، هيهات من الذلة. طبعا الشيعة أذلهم الله عبر الأزمنة والعصور، لأنهم طعنوا في عرض النبي واتهموا ستنا وست كل مسلم وأم كل مسلم، أم المؤمنين عائشة اتهموها بالزنا، وطعنوا في الصحابة وكفروا الصحابة، وطعنوا في السنة وأهل السنة. يأتي واحد يحمل الجواز الأردني ويهتف لحزب الله الذي يكفرنا ويهدد، كان يهدد دائما الأردن. وين الأجهزة الأمنية عن هؤلاء؟ يا أخي إذا مكيف غادر الأردن وكفينا شرك، ولا تجر الويلات على الأردن. مكيف لي على حزب الله، مكيف لي على إيران، يا سيدي إحنا بنحطك مغلف هدايا وبنرسلك للخامنئي وكفينا شرك. يجب على الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سحب الجنسية الأردنية عن كل إنسان يهتف لعدو البلد. حزب الله وإيران عدو للأردن،
انقتلوا جنودنا على الحدود الشمالية والشرقية، ويوميا يحاولون إرسال المخدرات للأردن، وبيجي واحد يحمل الجنسية الأردنية يهتف لحزب الله ويهتف عبارات شيعية طائفية. هيئات من الذلة، ماذا بقي؟ شو بننتظر؟ شو بنستنى يا أجهزتنا الأمنية؟ عبين ما يشكلوا خلايا مسلحة ويصير مبرر لإسرائيل والأمريكا إنه عندنا إرهابيين، تعالوا اقصفوهم؟ هيك بتكون؟ إلى متى هذا التسيب؟ هيهات من الذلة. إذا بعت رسالة لهؤلاء اللي بيمدحوا حزب الله، بدي أورجيكم هالفيديو شو عمل حزب الله وشو عمل حسن نصر الله بالفلسطينيين في لبنان. بدي أورجيكم حزب الله يلي مدحتوه أمس ومدحتوا إيران وبتقول هيهات من الذلة. بدي أورجيكم حسن نصر الله شو عمل فيكم، شو عمل بالفلسطينيين أيام ما كان مع حركة أمل. شوفوا هذا الفيديو. هذه صورة حسن نصر الله قبل أن تضع إيران العمامة السوداء على رأسه وتنسبه لآل بيت محمد. وقتها كان يقود هذا الشاب عصابة تقتل الفلسطينيين وتطاردهم في لبنان، ثم قتل الآلاف منهم في سوريا. واليوم يعتبره الكثيرون مقاوم بطل بحجة الدفاع عن ذات الفلسطينيين الذين كان يقتلهم. وفي هذا التقرير نرصد لكم تاريخ حسن نصر الله الدموي. ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. ولد حسن عبد الكريم نصر الله في 3 من شهر أغسطس عام 1960 في قرية بالقرب من مدينة صور جنوب لبنان، في أسرة مكونة من 9 إخوة وأخوات، وكان أبوه بائع خضروات وفواكه بسيط. واضطرت أسرته بسبب ضيق الحال والفقر للنزوح إلى بيروت، وهناك أقامت الأسرة الفقيرة بمناطق العشوائيات على أطراف العاصمة. وساعد نصر الله في مطلع حياته والده في بيع الخضار والفاكهة. والغريب أن الأب قال فيما بعد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية إنه لم يعد يرى نجله إلا مرة واحدة في السنة. أتم نصر الله دراسته الابتدائية في ضواحي بيروت العشوائية، وحينما اندلعت الحرب الأهلية في لبنان هرب مع عائلته إلى بلدته في الجنوب، وهناك تابع دراسته الثانوية. وخلال وجوده في الجنوب التحق بصفوف حركة أمل الشيعية التي أسسها الإيراني موسى الصدر، والذي اختفى فيما بعد في ظروف غامضة. وترقى نصر الله في صفوف حركة أمل حتى أصبح مندوب الحركة في بلدته. التصريحات الدبلوماسية والسياسية ليست هي الأساس في هذا المجال. يعني ليس طبيعيا أن يقف آية الله كروبه ويقول نعم حزب الله إن جماعتنا بلبنان. سياسيا هذا مش صحيح، إعلاميا مش صحيح. على مستوى العلاقة العضوية والجوهرية مع قيادة الثورة الإسلامية في إيران وولاية الفقيه، هذه المسألة بالنسبة لنا أمر مقطوع به، وهذه المسيرة إنما ننتمي إليها ونضحي فيها ونعرض أنفسنا للخطر لأننا واثقون ومطمئنون بأن هذا الدم يجري في مجرى ولاية الفقيه. من لم يطمئن عليه أن يسأل الثورة الإسلامية في إيران عن هذا الأمر حتى يحصل على الاطمئنان واليقين. حسن نصر الله في حركة أمل. تأسست الحركة كما ذكرنا على يد موسى الصدر، وهو إيراني الجنسية إمام العقيدة، ومن مواليد سنة 1928. تلقى تعليمه بإيران ثم سافر إلى لبنان سنة 1958 ليتجنس بجنسيته، وهو الذي تربطه علاقة قرابة ومصاهرة مع قائد الثورة الإيرانية ومرشدها الخميني.
فبمجرد دخوله الأراضي اللبنانية واستقراره عليها أسس النواة الأولى لحركة أمل الشيعية في الجنوب، ومن بعدها في البقاع ثم بيروت، فصار بذلك ظل الثورة الخمينية في لبنان. لكن لو أتيت لأبيع هذا السلاح إلى القوات اللبنانية هل يجوز؟ لا يجوز. طيب قد واحد يقول هذا سلاح ملكي. نعم، الله جعلك مالكا له، والله وسم لك حدودا، فمن خلال حدود الله لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين. وهنا تآمرت حركة أمل الشيعية على الحركة الوطنية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ثم تحالفت حركة أمل مع الكيان للقضاء على كل جيوب المقاومة الفلسطينية، فتم جلب قيادات الحركة من جميع أنحاء لبنان، ومن بينهم حسن نصر الله. فتزعم القيادي الشاب نصر الله ميليشيات حركة أمل، وقاموا بالتعاون مع بعض المسيحية للقيام بأعمال الذبح والتقتيل والتنكيل بسكان مخيمات صبرا وشاتيلا الفلسطينية، حيث خلفت تلك الأعمال العدوانية هدم ما يناهز من 80% من البيوت الفلسطينية، و3100 شخص ما بين قتيل وجريح، وتهجير أكثر من 40% مما تبقى من ساكني المخيمات، وهم حوالي 15,000 مهجر. وفي هذا الصدد كتب المفكر التونسي توفيق المديني قائلا: إن البرنامج الضمني لحركة أمل هو القضاء على الوجود الفلسطيني المسلح، باعتباره يشكل تهديدا رئيسيا لأمن المجتمع الشيعي، ويعطي مبررا لإسرائيل للقيام بهجماتها على قرى الجنوب اللبناني. أما السيد حيدر الدايخ وهو أحد قيادات الحركة فقد نطقها صراحة عندما قال: كنا نحمل السلاح في وجه إسرائيل، ولكن إسرائيل فتحت ذراعيها لنا وأحبت مساعدتنا. لقد ساعدتنا على اقتلاع الإرهاب الفلسطيني الوهابي من الجنوب. هل الولي الفقيه هو الذي يعين الحكام أو يعطيهم الشرعية في جميع البلاد الإسلامية؟ نعم، لأن ولايته ليست محدودة بحدود جغرافية، ولايته ممتدة بامتداد المسلمين. سافر بعدها نصر الله إلى العراق، حيث استقر في مدينة النجف، وهناك تلقى الدعم المادي والسياسي بشكل سري ليعود إلى لبنان ويساهم في تأسيس حزب الله، حيث تأسس حزب الله في سنة 1982، ويعتبر مولده من رحم حركة أمل الشيعية. حدث الكثير من الصدام المسلح بين حركة أمل وحزب الله، لكن حافظ الأسد استطاع توحيدهم وتوجيه سلاحهم نحو الداخل اللبناني والفلسطيني. من أعلم بالنسبة للحالة السياسية ومتطلباتها في لبنان؟ العلماء المجتهدون الذين يتصدون لهذه الحالة أم المسؤولين في الجمهورية الإسلامية؟ الأعلم هو الإمام الخميني. تربع نصر الله على عرش القيادة منذ سنة 1992 مباشرة بعد اغتيال الأمين العام المؤسس عباس الموسوي، وتم إطلاق لقب خميني العرب على حسن نصر الله. وبعد سنوات من تزعم نصر الله للحزب انطلقت الثورة السورية، فقام هذا الخبيث بإرسال الآلاف من مرتزقته لقتل وقتال السوريين والفلسطينيين المقيمين على الأراضي السورية. هذا الخبيث الذي يدعي أن طريق القدس يمر في مدن سوريا، نراه اليوم يرى فلسطين تذبح ويكتفي بقصف اليهود بالكلام، ويرمي الحدود الفلسطينية بالقذائف حتى دون أن يقتل أي عدو حقيقي، بينما قتل الآلاف في سوريا. طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص وبحلب وبدرعا وبالسويدة وبالحسكة. تعالوا لنذهب إلى العراق، البحرين، إلى اليمن. فأين هي صواريخ حيفا وما بعد حيفا التي كنت تهدد بها وينعق بها لسانك طوال هذه السنين؟ وبكل شفافية أيضا
إذا كان عندنا 100 مقاتل في سوريا حيصيروا 200، وإذا كان عندنا 1000 مقاتل في سوريا حيصيروا 2000، وإذا عندنا 5000 مقاتل في سوريا حيصيروا 10000. أنتم مشتبهون، أنتم تضربون في المكان الخطأ، أنتم تضربون في المكان الخطأ. وإذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا سنذهب إلى سوريا. طبعا رسالة أخيرة لهؤلاء، رسالة للمتظاهرين: أنتوا أسأتوا لكل الأردنيين وأسأتوا للجيش الأردني بمدحكم هتافاتكم ونصرتكم لحسن نصر الله ولحزب الله. ولا تنسى أنه حزب الله وحسن نصر الله أرسل المخدرات للأردن وأرسل المفخخات، وكان يرسل السلاح إلى بعض الخونة في الأردن. معناته أنتوا مشكلين خلية تابعة لحزب الله، وهي رسالة للأجهزة الأمنية. السلام عليكم. يا أبو الزود، الحمد لله رب العالمين، اشتغلنا والشغل كان مع الله عز وجل. اكيد ما في شك يا خيي. خلصنا المقطع اللي نحن موكلين فيه، والله نقطة دم نزلت بفضل الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. انه فتنا عليهم، دعوسنا على الجثث ورا، ما بعرف كيف صورت انت. الجثث كانت ورا، يعني دعوسنا عليهم وقربنا، والحمد لله رب العالمين. حرقنا دينهم، حنرجع نحرق دينهم. كل مرة ومرة بدنا نفوت لأوكار بدنا ننزلهم لأولاد الحرام. لآخر واحد سني كلب على وجه الكرة الأرضية بدنا نروح. الله أكبر يا خيي. إذا الله أعطانا عمر لنروح ليلة للسعودية نشطر الكعبة. الكعبة مش للعكريت للواط، الكعبة لإلنا نحن. شيعة علي بن أبي طالب. لآخر الكعبة منه لأولاد الحرام. حسان خيي أبو علي الأكبر، تفضل. شو بدنا نحكي يعني؟ اللي حكاه خيي بصارات بكفوا بوقت. حبيبي يا خيي، خينا فضل ما فينا هلا وضعه الامني ما بيسمح له، بسمعنا احلى سلام للشباب. تفضل خيي ابو الزود. اسمعوا يا اللي بتتباهوا قاعدين على حسن نصر الله وعلى حزب الله وعلى محور المقاودة، اسمعوا عناصر حزب الله مع السوريين. اسمعوا يلي قاعدين بتتباكوا على حسن نصر الله وبتتباكوا على الشيعة. احنا بنقول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، اللهم اضرب اليهود واضرب ايران واخرجنا من بينهم سالمين. اسمعوا يلي بتتباكوا على حسن نصر الله وبتتباكوا على الشيعة. اسمعوا. اسمك عمر، قال له منين انت يا عمر؟ قال له من حمص من رستن. قال له انت جرمك جرم ومنطقتك جرم واسمك جرم واسمك جرم واسمك جرم واسمك جرم. نظراته برق لمع كلماته. هاي كمان مرة اسمعوا. منين انت؟ شو اسمك عمر؟ قال له منين انت يا عمر؟ قال له من حمص من رستن. قال له انت جرمك جرم ومنطقتك جرم واسمك جرم واسمك جرم واسمك جرم واسمك جرم. نظراته برق لمع كلماته رعد سمع كالموج عال مرتفع. هذا عمر أهدى لنا أحلى السير، نزلت توافقه السور واختاره خير البشر. هذا عمر. منطقة الحولة غرب حمص السورية قام بها مجموعة من مجرمين حزب الله الإرهابي. تم نحر أكثر من 200 إنسان من أهل المنطقة بالسكاكين. مو هاي جريمة إنه أحد عناصر حزب الله كان ماسك طفلة صغيرة، حط سكين على رقبتها وقرر ينحرها، فالتفتت عليه بنظرات كلها براءة وقالت له يا عمو انت شو عم تساوي؟ رقبتي عم توجعني. الا انه ما اثرت فيه كل هالبراءة هاي والنظرات والكلام، وقرر يكمل وينحرها بشكل كامل. هل بعد هذا الحقد حقد؟ هل بعد هاي الكراهية كراهية؟ فكانت دعوات الامهات بهذاك اليوم الله يشل ايديكم ان شاء الله ويعمي عيونكم، وهذا اللي نشوفه اليوم بلبنان. فاذا سموها شماتة، سموها قصاص إلهي، عدل رباني، سموها اللي تسمونها، لكن هذا الجزاء ما اقترفت أيديكم بحق أطفال سوريا. أقاموا على جثث أطفالنا المآدب، ثم إذا فرحنا بعدل الإلهي نلام. مين بنقطع راسه أول شيء؟ من يقطع راسه؟ قوموا عفوا كلكم، يلا. ولا تحسب